عاجل وبالفيديو. مبروك للمغاربة. المدرب وليد الركراكي يفاجئ ويفرح كل المغاربة قبل قليل بتصريح عاجل يكشف فيه عن إقناع وضم مجموعة من اللاعبين الجدد إلى صفوف المنتخب المغربي، وإليكم التفاصيل الكاملة. وكانت الجماهير المغربية تطالب المدرب وليد الركراكي بضم مواهب جديدة شابة في صفوف المنتخب المغربي، خصوصا أن المنتخب المغربي يعاني نقص في بعض الأرقام وكذلك في قائمة لاعبي الاحتياط. هذا ما دفع وليد الركراكي للقيام بجولة إلى أوروبا لمحاولة إقناع وضم بعض اللاعبين، وقد نجح بالفعل في إقناع مجموعة من اللاعبين الموهوبين لحمل قميص المنتخب المغربي، حيث وحسب ما نشرت بعض المصادر الإعلامية المغربية والإسبانية فإن المدرب وليد الركراكي نجح في ضم 3 مواهب جديدة لصفوف المنتخب المغربي بعدما كان بعضهم قد اختار تمثيل منتخب إسبانيا. ويتعلق الأمر بكل من اللاعب إبراهيم دياز والياس أخوماش ولامين يامال، حيث نجح في إقناع إبراهيم دياز الذي كان ينوي تمثيل منتخب إسبانيا، ونجح في إقناع الياس أخوماش الذي قرر اللعب مع منتخب إسبانيا وتراجع واختار المغرب، ونجح أيضا في تغيير قرار اللاعب لامين يامال الذي كان بالفعل قد اختار اللعب للمنتخب الإسباني ليغير موقفه الآن ويعود لاختيار المغرب. وقالت نفس المصادر أن دياز وأخوماش سيكونان حاضران في المباريات الودية المقبلة مع المنتخب المغربي، وبخصوص يمين لامال فسيكون حاضرا في صفوف المنتخب المغربي ابتداء كأس أمم إفريقيا 2025.